صباح الخير أو مساء الخير متابعي هيلثي تشات بودكاست، وين ما كنتوا نرحب فيكم في حلقة جديدة ودردشة جديدة مع ضيف عزيز علينا عبد الله الرحومي. يا مرحبا وسهلا دكتور علي. وفي البداية كالعادة سؤالنا للضيف، منو عبد الله الرحومي؟ عبد الله الرحومي هو عبارة عن خلنا نقول شخص يخدم المجتمع. اليوم صديق لدكتور علي، صديق للمجتمع. الشرف لي طال عمرك. القصة كلها بدأت من ناحية أن تربيت في أسرة تخدم المجتمع. كنا في البيت نحب الخدمة المجتمعية، نحب نقدم ونحب نخدم. عشان كذي أنا دائما لما أتعامل مع شخص دائما أشوفه كصديق، كأخ. اليوم كنت أكلم مثلا شخص على التليفون وكنت أقول له أنت مش بس زمالتنا مش مرتبطة فقط بالعمل أو بما إلى ذلك، أنا أعتبرك كصديق. قد يجد البعض الشغلة هذه غريبة، لكن عندي أنا أحس دائما أني أنا أرتبط بالشخص اللي أنا أتكلم معاه، يعني لأن علاقة الإنسان بالإنسان هي الأساس. فاليوم إذا نحن ما بنينا، فهذا عبد الله الرحومي ببساطة طبعا. ولكن عبد الله الرحومي أيضا في مسيرته بدأت خلنا نقول استوى طبيب، ولكن المسيرة شوية ظريفة. أن كنت إنسان رياضي في فترة من الفترات ولا أزال، ولكن أقل من السابق بحكم الخبرة والعمل وما إلى ذلك. لعبت رياضات مختلفة. له دور في التخصص؟ لها دور في التخصص. لها دور في اختياري في التخصص. لعبت فترة من الفترات، وفترة مش قصيرة يعني، لعبت رياضة التايكوندو. معلومة الناس ما تعرفها، يعني حتى ما أتوقع بتحصل لي ولا صورة على الإنترنت أنك يعني كمنافس في التايكوندو ولا بس هاوي بالضبط يعني. كنت ألعب يعني، وكنت يعني دخلت بطولات وما إلى ذلك. ما شاء الله. وهي رياضة لين اليوم أنا أحبها. بعدها طبعا لما تخصصت في الطب كنت في حيرة شو أختار من التخصصات. حبيت تخصص العظام، وصرت لكندا في فترة تدريبية، وحبيت التخصص كثيرا. ولكن سبحان الله الأمور اختلفت علي، أن ما ترتبت الأوضاع أيامها، فقمت أدور عن الخيار البديل لتخصص العظام. وهذه معلومة أيضا تقريبا ما حد يعرفها، أن أنا في البداية كنت أحاول أني أنا أدخل تخصص العظام. فبديت أنا أدور شو الشيء المقارب، ولاحظت أن تخصص الطب الرياضي هو اللي موجود. كان عندي كتاب، دكتور جلدية أعطاني الكتاب، قال لي كتاب شرح عن التخصصات في الطب. ما أدري حتى ما أتذكر منو اللي كاتب الكتاب، ولكن يشرح لك كل تخصص. ففتحت الكتاب، ولما أنا أفتحه انتبهت لبعض التخصصات، منها كانت الطب الرياضي. فحبيت جدا اللي هو السرد أو اللي هو الشرح لتخصص الطب الرياضي. فبديت أسعى وبديت أحاول أعرف كيف أنا ممكن أوصل للتخصص هذا. فاكتشفت في نهاية المطاف أن لازم أنا أسوي تخصص قبل ما أنا أتخصص فيه، اللي هو نحن نسميها الإقامة والزمالة. الطب الرياضي في معظم الأحوال يكون زمالة. واكتشفت أن في تخصص يسمى طب إعادة التأهيل، أو اللي هو يسمى باللغة الإنجليزية الفيزيكال ميديسن اند ريهابيليتيشن، وهو يؤهلك إلى الزمالة في الطب الرياضي. فحبيت التخصص أيضا بحكم أن ارتباطه بالجهاز العضلي والحركي، ولكن ليس فقط ذلك، وإنما ارتباطه بالإعاقة أو بالناس أصحاب الهمم أو بالناس اللي هم أصحاب التحديات، بغض النظر سواء كانت جسدية أو كانت عقلية وما إلى ذلك، لأن عندهم مشاكل صحية مختلفة. فاخترت التخصص هذا. وبعد ما خلصت التخصص دخلت في الطب الرياضي. وطبعا الطب الرياضي مش تخصص فيه فرع الإصابات فقط، في أيضا فحوصات الأداء أو الطب الرياضي والأداء. يعني لو خذنا المصطلح باللغة الإنجليزية هو Sports and Exercise Medicine، أوكي، وما يعادلها باللغة العربية اللي هي طب الرياضة، أو بالأحرى الطب الرياضي والأداء. فهذا التخصص طبعا خلصت اللي هي التخصص لمدة 4 سنوات في طب إعادة التأهيل، وبعدها 2 في الطب الرياضي. جميل. وشو التحديات اللي واجهتك يعني خلال هالفترة، او خلينا نقول شو التحديات اللي تواجه تخصص الطب الرياضي؟ يعني حاليا انا يعني اللي الاحظه يعني ان الطب الرياضي كتخصص غير معروف. يعني هل هو عظام، هل هو يعني الشخص اذا جاته اصابة مثلا ممكن يتجه لطبيب عظام. صحيح. متى يتجه الشخص الى اخصائي الطب الرياضي او استشاري الطب الرياضي؟ يصعب الشرح. ونحن ممكن نطول ساعة كاملة بس نحن نحاول نبى نفسر أو نحصل اللي هي الفرق بين هذه وهذه.
لو أنا بحاول أفسرها بطريقة مبسطة، ولكن لو أنا بحاول أن أشرحها بطريقة تكون واضحة لكل حد يسمعني اليوم، اللي هي مسألة أن الطب الرياضي مرتبط أكثر بالشغلات التي لا تحتاج إلى تدخل جراحي. الشغلات اللي مرتبطة بشيء نحن نسميه الاستخدام المتكرر، أو لو أيضا استخدمنا المصطلحات الإنجليزية بنقول اللي هي الأوفر يوز انجريز، الشغلات اللي تنتج عن الاستخدام المتكرر، سواء كانت رياضة أو سواء كانت عمل. أنت لو عندك مثلا نجار تستخدم مطرقة، ممكن يصيبك ألم في الرسغ أو ألم في الكوع أو ألم في الكتف نتيجة الاستخدام المتكرر. فهذا جزء من الطب الرياضي، ولكن هذا جزء اللي هو الإصابات. بعدها يأتي اللي هو الجزء التأهيلي. نحن أيضا مرتبطين بتأهيل الشخص وعودته إلى الملعب أو إلى العمل. الجزئية الثالثة اللي هي جزئية فحوصات الأداء. في عندنا نحن فحوصات معينة للأداء، لتطوير الأداء، وليس فقط لمعرفة اللي هو مستوى اللاعب، ولكن أيضا في عندنا فحوصات ممكن نسويها لتطوير أداء اللاعب وتأهيله بطريقة تطوير أداء للدخول في مسابقات أو الدخول في نطاق تطوير لعبة. يعني مش شرط يكون مصاب عشان يجيك. أكيد. أكيد. وغير رياضيين ممكن يكونون مراجعينك 100%. الشخص اللي ممكن يجري يوم واحد في الأسبوع ممكن تي إصابة. يعني الطب الرياضي ليس مرتبط بالمحترفين الرياضيين، مرتبط بأي شخص يمارس النشاط البدني. زين، هذا يشكل بعد خلينا نقول يعني ما بنقول تحدي، ولكن يكون في اختلاف كبير. يعني بالنسبة لك أنا يعني ما أدري، مثلا في عيادتك، خلينا نقول عيادتك اليومية، ممكن يعني يراجعك شخص عادي، يعني بغض النظر عن العمر، بغض النظر عن حالته خلينا نقول بدنية. ممكن يعني خلينا نقول لا سمح الله زلق بالدري ولا شيء، ممكن يجيك لاعب محترف مثلا عنده مدرب يبغاه يلعب مباراة مثلا بعد فترة معينة. كيف تتعامل مع هالحالات يعني، او الفرق بين هذه الحالات؟ شوف، ميزة الشغلة أو بالأحرى التخصصات اللي أنا سويتها هي اللي تخليني أنا أكفل جزئية وأشغل الجزئية الثانية. يعني لو لاحظت أنا قلت لك أنا سويت تخصصين، عشان كذي كان اختياري للطب إعادة التأهيل، لأن الطب إعادة التأهيل مش بس مرتبط بالإعاقة، مرتبط أيضا بكبار السن، مرتبط أيضا غير رياضيين، بغير الرياضيين، بالناس اللي عندها الناس اللي على الويل تشير، الشخص اللي طايح، الشخص اللي عنده هشاشة في العظام أو عنده كسور وما إلى ذلك كلهم بالضبط. فلما يدخل عندي شخص مثل ما أنت تفضلت يعني طايح مثلا من على الدري، خلاص أنا بند الطب الرياضي وشغل طب إعادة التأهيل. ودائما التفكير، وصدقني مرت علي حالات لو أنت بتشوفها بتستغرب، يعني ناس ضايعة. اليوم أنا جالس أحاول أنشر 3 أو 4 حالات تقريبا عندي في العيادة، واليوم وصلتني تقريبا الحالة يعني أو بالأحرى حالة زيادة. التحدي اللي صاير أن الناس تضيع، ما تعرف التخصص الصحيح في بعض المشاكل الصحية. واكيد كثير من الاطباء يواجهون هاي المشكله، ان انا ما اعرف اسير عند منو. هل انا اسير عند طب الاعصاب؟ هل انا اسير عند طب العظام؟ هل انا اسير عند شو الحل؟ الحل طب اعاده التاهيل. انا اقول لك انا مش جالس اسوق للتخصص اللي انا اسويه، ولكن الحالات اللي عندي اللي انا جالس احاول انشرها لسبب واحد، انه وصول الناس هذه إلى عيادتي أنا وبالتعاون مع الزملاء في نطاق عملنا في نطاق تخصصنا قدرنا نوصل إلى التشخيص الصحيح بعد ضياع شخص واحد منهم تقريبا 10 سنوات، بما فيه في الخارج سافر ولم يشخص صحيحا. وهذا تحدي لما أنت عندك شخص وهذا الشخص كان لاعب. فتخيل أن الشخص تصير له إعاقة بعد مسيرة رياضية وما حد اكتشف شو الموضوع. الشخص الثاني دخل عندي 2 سنين عنده مشاكل في المشي وما إلى ذلك، وقال ما أقدر أعيش حياتي بشكل طبيعي، مربوطة بالثنتين بطب إعادة التأهيل. يعني في منطقة رمادية بين الأبيض والأسود. فلما وصلت للتشخيص الشخص كان سعيد في نهاية المطاف، إنه في النهاية عرف التشخيص وعرف التحديات اللي عنده، وهذه إعاقة. فما بالك أنت إن هذه 4-5 حالات من عيادتي أنا، في حالات كثيرة، وبعدها أنت تدخل في مرحلة اللي هو إعادة الإدخال في المجتمع، لأن الشخص اللي عنده تحديات، وهذا موضوع كبير، أنك أنت كيف تقدر ترجع الشخص لحياته الطبيعية. وهذا تحدي كبير موجود عندنا، سواء كان في المجتمعات العربية أو في المجتمعات الأجنبية وما إلى ذلك. تحدي يعتبر كبير أنك أنت تحاول ترجع الشخص إلى حياة أقرب للطبيعية على حسب الإعاقة أو التحدي اللي عنده. التشخيص نصف العلاج يقولون يعني. زين، خلنا نقول يعني ننتقل لموضوع
مرافقة الفرق الرياضية، رافقت فرق رياضية أو منتخبات خلّينا نقول. كيف تشوف التحديات أو يعني شو الصعوبات أو شو يعني معظم خلّينا نقول ما بنقول مشاكل، ولكن شو اللي تواجهونه يوم تكونون يعني يوم تكون كطبيب لفريق رياضي مثلًا داخل في المنافسات؟ شوف، يعتمد الموضوع. أنا ما أقدر أقول لك إن في تحدي واحد، في تحديات كثيرة. تخصص الطب الرياضي مثل ما تفضلت أيضًا في البداية، الناس ما تعرف شو التخصص. فأنا لما أتكلم لك الناس ما تعرف التخصص، حتى اللاعبين أحيانًا ما يعرفون التخصص. بعض الإداريين ما يعرفون التخصص، اللي ما تعايش مع الوسط الرياضي ما يعرف التخصص. فهذا التحدي كبير إنك أنت تقول للشخص والله أنا طبيب رياضي، أنا أقدر أعالج السكر عند اللاعب، أنا أقدر أعالج الضغط عند اللاعب، أنا أقدر أعالج الكسور عند اللاعب، أنا أقدر أعالج الالتهابات عند اللاعب، أنا أقدر أرجع اللاعب للملعب، وأنا أقدر في نفس الوقت أعطي اللاعب إبر إذا احتاج، وفي نفس الوقت أنا أقدر أرجع للمجتمع أو أرجع للعب الرياضة، أو اللاعب هذا ممكن نحوله من الرياضة هذه للرياضة هذه حسب قدراته، إذا كان طبعا رياضي من أصحاب الهمم. فالتحدي الكبير اللي موجود معرفة الناس بأهمية الطبيب الرياضي أو الطب الرياضي خلال المسابقات وما بعد المسابقات أو قبلها. دورنا نحن مش بس في وقت المباراة أو في وقت اللعب. يعني غير لو باقطع كلام، غير معرفتهم للتخصص، معرفة شمولية تخصص الطب الرياضي، بالضبط، لأنك أنت يوم تقول لي تخصص رياضي الشخص يفكر إنه فقط إصابات، بالضبط، يعني إصابات، تأهيل، إعادة تأهيل، لكن إحنا أسمعك قاعد تتكلم عن يعني أمراض أخرى في صحيح. الجسم، مثل الضغط، مثل السكر، مثل غيره، يعني يلم بها أو يعني مم. يشملها الطب الرياضي. تعرف أنا كيف أفسرها أحيانا؟ دائما أقولهم الطبيب الرياضي هو عبارة عن طبيب الأسرة للرياضيين. تبسط لك مبسطة، شوية، تبسط صح، لك إياها إن صح، المشاكل اللي تصير عند الرياضي سواء كانت من السكر إلى الضغط. نحن لما نسافر مع الفرق شنطتنا فيها أدوية للسكر، أدوية للضغط، أدوية للحساسية، أدوية لكذا، أدوية لكذا، أدوية لكذا، لأن المشاكل الصحية هذه نحن اللي نعالجها. أنا لما ينصاب عندي لاعب أو تصيبه حساسية أو مشكلة أو ما إلى ذلك، واجبي أنا صح. كطبيب رياضي أن أنا أعالجها، ما بصير أنا بحولها على شخص أنت ثاني. الصف الأول، صح، مع بالضبط. في الفريق، نعم. فهذا جزء من، ولكن اتذكر أن اللاعب في مسيرته يحتاج إلى متابعة قبل المسابقة، خلال، وبعد. في عندنا نحن تخصص يعني أو بالأحرى مسمى يستخدم اللي هو البريهابيليتيشن. اليوم الريهابيليتيشن معناتها التأهيل. البريهابيليتيشن مصطلح يعني خلينا نقول كلمة مركبة باللغة الإنجليزية، ولكن اللي هو ما قبل التأهيل. انك انت تحاول ان الرياضي ما تجي الاصابه لانك انت جهزة. اهلت من قبل، مش تاهيل بعد الاصابه، جهزة. تاهيل قبل. بالضبط، التجهيز. تجهيز، صحيح. فانت داخل على مرحله التجهيز، انك انت اللاعب هذا ما تبغى تجي الاصابه. عشان كذي طلعت برامج احماء معينه في الرياضات المعينه. مثلا عندنا في كره القدم في برنامج اسمه الفيفا 11 بلس. هذا البرنامج موجود لتجهيز اللاعبين ووقايتهم خير من العلاج، صح. من الرياضه. فهذه كلها من وظائف الطب الرياضي بالتعاون، وهذه شغلة أساسية، بالتعاون مع المعالج الطبيعي، بالتعاون مع الأخصائي النفسي، بالتعاون مع أخصائي التغذية، صحيح. بالتعاون مع طبيب الأسنان، بالتعاون مع طبيب القلب، بالتعاون مع طبيب النساء والولادة، بالتعاون مع يعني هذا التخصص مرتبط، شمولية التخصص هذه أوكي، لأن اللاعب محتاج إلى تركيز من جميع النواحي. فوجودنا نحن حوله المفروض ما تكون بس في لحظة معينة، المفروض أن وجودنا. فهذا أكبر تحدي أنا شمولية لاحظ أن كاملة. الناس ما تعرف أهمية أو بالأحرى القدرات الخارقة خلينا نقول اللي يمتلكها الشخص المتخصص في الطب الرياضي، خصوصا في زمن الاحتراف. يعني في بالضبط. ناس يعني تحترف اللعبة أو الرياضة حاليا، فاحترافك لهذه اللعبة معناته احتراف من كل الجوانب، يعني مش بس وقت التمرين، مش بس مع مدرب محترف في تخصصك. صحيح. أكيد الأشياء الأخرى مهمة. زين، كلمنا يعني دكتور عن، خلينا نقول يعني في معظم الرياضات، خلينا نتكلم عن الرياضات الشائعة عندنا هنا في الإمارات. خلينا نبدأ بكرة القدم. يعني مواضيع خلينا نقول مثل ما ذكرت، التأهيل، تجنب الإصابات كتجهيز للاعبين، العلاج لا سمح الله في حالة الإصابات، وإعادة التأهيل. خلينا نتكلم في لعبة مثل كرة القدم، أهمية التأهيل أو تجنب الإصابات كيف يكون؟ من البرامج اللي أنا ذكرتها اللي هي مثلا برنامج الإحماء بالفيفا معتمد. بالضبط. هذا برنامج معتمد ومبني على دراسات علمية. يعني أكيد مبني على دراسات ومبني على يعني أساليب وتقنيات حديثة
تم اعتمادها للوقاية من الإصابات. فهذه شغلة أساسية، واليوم المدرب اللي فاهم والمعالج اللي فاهم بيحطون اللعيبة في البرامج هذه. وهذا برنامج فقط كمثال، بس انت في عندك برامج اخرى كثيره موجوده. يعني في عندك برامج مثلا لاصابات الكتف، في عندك برامج لاصابات في الكوع، كرة القدم. في كره القدم الفيفا بلس عباره عن برنامج شمولي شامل تقريبا لمعظم الاصابات اللي قد يتعرض لها لاعب كره القدم. هذا يعطيك تحدي، على فكره التحدي ان الرياضات الاخرى ما عندها برامج مشابهه، ولكن هذا قد يعكس قوه الفيفا. مش كل الرياضات عندها برامج وقائيه، ولكن بحجم رياضة اللي هي كرة القدم على المستوى العالمي يمكن صحيح. بالضبط. يمكن في رياضات أخرى مثل كرة القدم الأمريكية أو ما إلى ذلك، أو كرة السلة إلى آخره، لها برامج مختصة أيضا بحكم وجودها في قارات يعني تحب الرياضة هذه، وإلها وزنها يمكن أكبر مما هو عندنا نحن. ولكن بشكل عام لكل رياضة خصوصيتها في الإصابات. فوجود البرامج التأهيلية أو البرامج التجهيزية، خلينا نستخدم الكلمة اللي أنت قلتها، البرامج التجهيزية هذه يساعدك أنك أنت تقي اللعيبة. طبعا أنت لما تدخل عن وجود اللعيبة، دائما أنا أرجع وأكرر اللي هي مسألة فحوصات الأداء، ترى فحوصات أساسية. ووجود يعني شو تقصد فحوصات الأداء؟ فحوصات الأداء، في عندك مثلا فحوصات شيء مثلا نحن نسميه اللي هو الVO2 ماكس، اللي هو فحص نسبة امتصاص الأكسجين. الفحص هذا يبين لنا قدرة اللاعب على الأداء بليفل معين، ونحن ممكن نطورها مع التدريب، فتعطيك أنت تقدر أنت تعرف وين اللاعب موجود اليوم وين صار باكر، أو تقدر أنت تشتغل من النقطة هذه إلى النقطة هذه. لما أنت توصل للنقطة هذه بروح للنقطة هذه. فهذه فائدة فحوصات الأداء، أنك أنت تعطي اللاعب حصص تدريبية أنك أنت تقدر تطور فيها في أداء بناء على نتائجه على نتائج الفحوصات. وتعيد الفحوصات هذه بين فترة وفترة. الحين عندك سهل يعني خلينا نقول أدوات قياس هذه قياس الأداء، أدوات قياس، هل هي يعني خلينا نقول سهلة الاستخدام، متوفرة للأندية، أو إنها يعني مثلا في صعوبة في، أو يعني خلينا نقول توفرها كيف الفحوصات متوفرة. وكثير من الفحوصات، شوف اليوم يعني كنت أنا قبل فترة أعطي محاضرة عن فحوصات الأداء. التحدي الكبير في فحوصات الأداء وجود الكثير من المعطيات التي يصعب ترجمتها. يعني هذه الفكرة بعد. اليوم نحن جالسين في عصر التقنيات الحديثة. صح. كل حد بيجيب لك جهاز، والله تحط السكانر وتقيس وتسوي وإلى آخره، وبعطيك 20 قراءة للانحراف من هني والزاوية من هني وما إلى ذلك. تبغى تبسطها أنت كيف أنت تقدر تأخذ كل هاي القياسات؟ أنت عندك 2000 شغلة لازم تحللها عشان أنت تقدر تعرف. في بعض الفحوصات مثلا مثل الVO2 ماكس نحن عارفين كيف نقيسها إلى آخره، ولكن كل يوم تطلع عندك شركة جديدة تقول لك أنا أقدر أقيس انحناء العمود الفقري. بس تعال، أنا كيف بقدر أنا أستخدم انحناء العمود الفقري مثلا خلال الرمي عند اللاعب مثلا في رياضة مثلا خلينا نقول رمي الجلة مثلا. عرفت كيف؟ ما في دراسات كثيرة، فوايد تطلع فحوصات. خليني أقول لك الأجهزة اللي جالسة تطلع أكثر من الدراسات اللي جالسة تطلع، إن كل يوم عندنا جهاز جديد. ففي المحاضرة أنا كنت أتكلم إن كمية المعطيات اللي اليوم عندنا من فحوصات الأداء كثيرة، ولكن في عندنا الجولد ستاندرز أو اللي هي الفحوصات الذهبية اللي نحن نقدر نسويها. هل متواجدة الفحوصات هذه في الدولة؟ نعم. هل متواجدة في معظم الدول في العالم؟ نعم. هذه تكون يعني للرياضات اللي فيها خلينا نقول مجهود، يعني مثل رياضة كرة القدم مثل، ولا كل الرياضات؟ لا لكل الرياضات. يعني مثلا الVO2 ماكس تقدر تسوي تقريبا لكل الرياضات، وتفيدك في كل الرياضات. خلينا نقول غالبيتها يعتمد على الرياضة اللي أنت تسويها. في أداء، يعني هل في أداء آخر ممكن قياسه ويفيد في معظم الرياضيين مثل يعني مثلا عندك رفع الأثقال، عندهم مثلا بعض الحساسات او اللي هي الكابترز اللي انت تقدر تقيس فيها قوة العضل، وتقدر انت عقب تبني وتقدر توزع اللي هو يعني. بالضبط تحط عليها البرنامج التدريبي. فعندك لكل رياضة خصوصيتها او فحوصاتها. فعشان كذي لما انت عندك والله منظومة رياضية كبيرة، لازم أنت يكون عندك اللي هو المنظومة الرياضية في الطب الرياضي، من فحوصات الأداء إلى العلاج إلى التأهيل، واللاعبين يتوفر لهم هذا. ومو بسهل أنك أنت عندك 30 رياضة أو 20 رياضة وتبى توفر 20 فحص مختلف. في عندك بعض الشغلات مثل ما قلت لك اللي هي الفحوصات يعني الذهبية تكون لكل الرياضات، وفي أكيد فحوصات لكل رياضة. بالضبط. إنزين، أنت شوي طلعت على الموضوع، لكن أنا يعني أبغى أتكلم عن مش كرة القدم يعني بشكل خاص، ولكن الألعاب الجماعية اللي فيها احتكاك خلنا نقول.
يعني راح أتكلم عن 3 إصابات. ما أدري، راح أبدأ بالرباط الصليبي. يعني أكثر إصابة ممكن تكون شائعة، أو صحيح. خلينا نقول يعني شبح بالنسبة للاعبين، صحيح. سواء اللاعبين خلينا نقول مش شرط تكون يعني محترفين، أو اللاعبين المنافسين اللي يلعبون في أندية، واللاعبين حتى الهواة اللي يلعب في يعني ما يلعب في نادي ولا يتعرض لهالإصابات. إصابة الرباط الصليبي كلمنا عنها بعطيك أنا باختصار. جوهرة. يلا جوهرة هذه بتكون الجوهرة هذه ليس كل إصابة رباط صليبي تحتاج لعملية. ممتاز. تمام. الرياضات التي تحتاج إلى الالتفاف والدوران تحتاج إلى الرباط الصليبي، تحتاج إلى عملية رباط صليبي. إلى الرباط الصليبي يعني كميكانيكية، فبالتالي للعملية. أوكي. ولكن لو شخص يجري أو شخص مثلا يسوق سيكل ما يحتاج الرباط الصليبي في حياته، إلا في حالة واحدة، إذا كانت الركبة تخون وقت المشي أو وقت التدريب وما إلى ذلك، هني قد يحتاج للعملية. فهذه شغلة أساسية. زين. الشغلة الثانية، التأهيل ما بعد عملية الرباط الصليبي بأهمية العملية، ولا يقل التأهيل ما بعد عملية الرباط الصليبي عن 6 إلى 8 أشهر. الشخص اللي يرجع للملاعب في أقل من 6 أشهر يكون غالبا عرضة للإصابة مرة أخرى وللتمزق حتى بعد العملية، ولو كانت أفضل عملية في العالم. يعني وفي حالات نادرة جدا قدرت ترجع للملاعب، لكن نحن نتكلم عن لعيبة مع برنامج تأهيلي مكثف وما إلى ذلك. لكن التأهيل ما بعد إصابة الرباط الصليبي وقبله بأهمية العملية نفسها. نقطة عدم احتياج إصابات الرباط الصليبي للعملية، مع أن أنا قاعد أشوف أنه يعني في عمليات كثيرة قاعد تصير. هل هذا معناته في، خلينا نقول، ما بنقول يعني شو المصطلح ممكن نستخدمه، في استخدام أكثر من اللازم لموضوع الجراحة في عملية نعم. الرباط الصليبي؟ قاعد يصير هذا نعم. الشيء. وصار بيني وبين أحد الزملاء نقاش، قال لي في حركات جزيئية تستوي واللاعب بيتضرر وما إلى ذلك حتى لو يسوي سيكل إلى آخره. علميا ما في ولا دلالة إلى اليوم، إلى يومنا هذا، تقول لك أن اللاعب اللي يجري والركبة ثابتة، أو اللاعب اللي يسوق مثلا سيكل، أو الرياضات اللي هي ما تحتاج إلى التفاف ودوران، يحتاج الرباط الصليبي. فهذه شغلة أساسية جدا، والشخص ممكن يرجع. وأنا عندي حالات تعاملت معاها بدون جراحة وفازت بميداليات أولمبية بدون الرباط الصليبي، وتعرضوا لعملية قطع أو مثلا عملية قطع كامل للرباط الصليبي، ولكن قدروا يجيبون ميداليات أولمبية بدون الرباط الصليبي. هذا يعتمد على شو؟ إعادة تأهيل، على التشخيص الصحيح، تشخيص صحيح، على التأهيل، وعلى تحديد الرياضة اللي تحتاج العملية أم لا. وفي عندنا عامل السن أيضا، يعني إن الشخص مثلا في الثمانينات وعنده تمزق في الرباط الصليبي ما يحتاج للعملية. صح. الريال ما عنده لف ودوران. الذكر اللي هو مبدأ الالتفاف والدوران هو اللي يحتاج إلى عملية الرباط الصليبي. زين. إصابات الكونكشن أو ارتجاج، إصابات الارتجاج اللي تصير في هذه الألعاب. إصابات الارتجاج إحدى اللي هي خلنا نقول كبار الطب الرياضي. عندنا اليوم نحن ما نقدر نرجع لاعب إلى الملعب لو كان عنده ارتجاج في المخ. وعلى فكرة الارتجاج لما يصير يعتبر إحدى الشغلات اللي كثير من اللعيبة ما يعرفون عنها، لأنه هو في حسب علمي يعني خلينا نقول أو يعني تقسيم كبير للارتجاج. يعني في ممكن ارتجاج بسيط إنه ما حتى يعني ما يفقد الوعي الشخص أو اللاعب، وفي ارتجاج اللي هو يعني بدرجة أكبر. بالضبط. ولكن لو كان في أي ارتجاج اللاعب يطلع من الملعب مفروض ما يكمل. فكيف تعرف الارتجاج؟ يعني أي نك، أي ضربة بالراس ممكن تكون؟ في عندنا نحن فحوصات نسويها في ميدانية في الملعب على طول. في الملعب على طول. طبعا أنت ممكن تلاحظ أن اللاعب والله مثلا بدأ يضيع في الملعب أو شيء من هالقبيل، فقدان الوعي. لو اللاعب غاب عن الوعي، أحيانا أنت فقدان الوعي هذا أكيد فيها أكيد. عندك أيضا أحيانا تسأل اللاعب تقول له منو اللي سجل آخر هدف، ما بيتذكر، أو كم السكور ما بيتذكر في نفس اللحظة. في نفس اللحظة. فعندك بعض الأسئلة نحن نسألها، وهني نحن خلاص نحن نطلع اللاعب. الناس بتقول لي شو الخطر من الارتجاج؟ ترى الارتجاج البسيط يعني إنه ممكن اللعيبة هذه على المدى الطويل يتأثر، يكون في عرضة للاكتئاب، يكون في عرضة للأمراض النفسية، للمشاكل النفسية وما إلى ذلك على المدى الطويل. ما تشوف نتيجتها اليوم اللاعب ممكن يرجع ويكمل. في فيلم عنه بالضبط، فيلم ويل سميث كونكشن، والقصة حقيقية.
قصة واقعية هذه كانت. والدكتور تحارب في البداية لأن كان فيه مبالغ مالية. اللاعب هذا الحين لما كنت بقول لك يعني الحين مثلا في احيانا تواجه ضغوطات، مثلا لو كان اللاعب هذا مهم في مهم. الفريق، ممكن تواجه ضغوطات مثلا من المدرب صحيح ان هذا اللاعب لا ما يطلع، كيف يطلع صحيح. مثلا احنا معتمد عليه وكذا صحيح. مثلا. فهني بعد تصير اشكاليه اتوقع. هذه من تحديات الطب الرياضي ما حد يقدر ينكرها، ولكن لما أنت عندك المنظومة والفريق يعلم بأهمية الطبيب وأساسية تثقيف مهم. الطبيب، تثقيف خلاص مهم. هني تثقيف يكون جميل. الاتفاق بين الفريق ان اللاعب يطلع، لان في النهايه نحن نعرض صح حياته صح للخطر. صح. وفي مساءلات قانونيه وما الى ذلك. يعني اللاعب ممكن يقول انا ما عندي فكره، انت رجعتني صح. للملعب. لما بيقول اللاعب بالطريقه هذه، هني في النهايه الفريق يدفع الضريبه ويدفع الضريبه غاليه. فعشان كذي معرفه الفريق بالاهميه هذه اوكي تساعد انه تثقيف مهم. بالضبط. تثقيف الجميع يعني من اداري، من مدرب، من لاعبين. زين، الحالة الأخيرة هي توقف القلب المفاجئ اللي يصير صار يعني شفنا لاعبين، يعني في لاعبين الحمد لله يعني رجعوا مثلا، بس في لاعبين يعني سبحان الله يعني فقد حياته بعد تعرض لتوقف قلب مفاجئ، رغم أن الشخص رياضي، شخص فت، في الملعب يتعرض لتوقف قلب مفاجئ. شو أسبابه؟ أو كيف الوقاية منه؟ خلينا نقول شوف الوقاية منها اليوم لين اليوم، قبل كنا نسوي فحص الجهد. يعني لما أنا كنت أدرس كنا نسوي فحص جهد القلب للرياضيين. بعدها نزلت توصيات أن فحص الجهد للرياضيين ما يقلل نسبة تشخيص مشاكل القلب. فاليوم الواجب علينا أن نحن نسويها للوقاية، أن كل لاعب بيمارس الرياضة لابد أن يسوي تخطيط قلب للتأكد من عدم وجود بعض المشاكل في القلب، لأنه ممكن نحن نشخصها فقط بتخطيط القلب الأساسي. وهذا تنبؤ أن في مشكلة، ممكن في عندنا أكثر من مشكلة ممكن تعالج تماما وتشفى تماما بعد استشارات القلبية إلى آخره، بعد تخطيط القلب. فالوقاية في تخطيط القلب. فعشان كذي الفحص أساسي. الدوري السنوي للاعبين، وهذه شغلة أساسية. الفحص الدوري السنوي يجب أن يشمل، لابد أن يشمل تخطيط القلب للوقاية من هذه المشاكل. ولكن هل تخطيط القلب يطلع كل المشاكل؟ للأسف لا، بس على الأقل يساعد. يعني إنه إذا في مشكلة مرة بالسنة يكفي، قبل مرة في السنة هو الشائع يعني خلينا نقول الوارد. ولكن عندك أيضا بعض المشاكل، مثلا في القلب قبل فترة توفى لاعب في أمريكا. اللي صار أن اللاعب توقف قلبه عن طريق ضربة، خذ له ضربة على الصدر، والضربة هذه تكون خلال مرحلة من مراحل نبضات القلب خلال التخدير، تؤدي إلى توقف القلب. مثلا هذه ما تقدر تحكم، لأن الضربة يد في وقت معين أو وقت قاتل على الصدر. عشان كذي نحن يعني ألعاب الاحتكاك لازم، أو اللي فيها الكونتاكت أو فيها التصادم وما إلى ذلك، هني لازم الشخص تكون عنده المعرفة هذه. فأعيد وكرر، الطب الرياضي هم اللي يعرفون عن المشاكل هذه، وطبيب القلب أيضا. لكن أنت ما تقدر تحط طبيب قلب وطبيب جلدية وطبيب إلى آخر مع الفريق. فهذه مثلا ما نقدر نقي منها. ولكن في إجراءات صارت، يعني في إجراءات اتخذتها مثلا خلينا نقول الأندية والاتحادات فيما يتعلق بتوقف القلب المفاجئ. أكيد هذا شيء أساسي في جميع المنظومات الرياضية، أن تكون الفحوصات الدورية السنوية، وبالأخص اللي هي الرياضات الكبيرة. أجهزة الإنعاش موجودة لابد في الملاعب. هذا إجباري، اللي هي أجهزة الإنعاش. لأن عندك لو اللاعب وقع عن طريق مشكلة في القلب، الإنعاش الرئوي، معرفتنا بالإنعاش القلبي والرئوي هو الشيء الوحيد اللي ممكن ينقذ حياة الشخص هذه. فعشان كذي لازم الطواقم التدريبية، الطواقم الطبية، الطواقم الإدارية، كلها يكون عندها المعرفة بالإنعاش القلبي والرئوي. وهذا شيء أساسي، سواء كان الفريق طالع بالطيارة أو الفريق إلى آخره، نحن يكون عندنا الجهاز معانا ودائما طبقون تدريب لابد كل سنتين لازم الطواقم التدريبية والطواقم الإدارية وما إلى ذلك تسوي كل سنتين تجديد للرخصة للفحص القلبي بالضبط، دورة الإنعاش. جميل. إذن هذا عن كرة القدم. خلينا نتكلم عن الجري والدراجات. يعني خلينا نقول تكلمنا عن موضوع الرباط الصليبي، شو الإصابات الأخرى اللي يعني يتعرض لها غالبا العدائين، أو خلينا نقول رياضيين الجري والدراجات؟ خلينا ناخذ أول شيء الجري. يعني إصابات الجزء العلوي من الجسم تكون أقل بنسبة كبيرة. أكثر الإصابات تكون مرتبطة بالساقين أو بالركبة
فاصل. او بالضبط اللي هي مفاصل الجزء الجزء السفلي للجسم. في عندنا بعض الاصابات تكون مرتبطه بالاصابه، او بعض الاصابات تكون مرتبطه بالاستخدام المتكرر. احدى الاصابات الشائعه اللي عندنا نحن نسميها اللي هي التهاب غشاء الساق، او ما يسمى بالشن سبلنس او البيريوستايتس. هذه اصابه، او الكسر الاجهادي. الكسور الاجهاديه، الكسر الاجهادي انا دائما اقولهم مثل لما يقول لك كثره دق فتش اللحام. هذه عباره عن مشكله تصير للناس العدائين. والتهاب الغشاء ايضا شيء مشابه تقريبا، ايضا يكون على الساق، وهذه اصابه سببها اللي هو الاستخدام المتكرر. هل هو يعني تحميل يعني تحميل جهد فوق طاقه العظم ولا فوق طاقه العضله؟ شو اللي يصير بالضبط؟ هذا سبب، ولكن قبل السبب هذا اعيد واكرر، لان الطب الرياضي خصوصياته احيانا اللاعب يكون بس غير الجوتي. معقوله بس لهالدرجه؟ انا بقول لك، انا صارت لي، يفرق نوع الجوتي معك. انا صارت لي انا بس غيرت الجوتي، صارت لي على نفس النسق، على نفس هذا، بس غيرت الجوتي صار لي كسر اجهادي. شو المفروض عيل يصير؟ ما تغير الجوتي؟ ما تقدر تحكم. لا ما تقدر تحكم. فدائما النصيحه شو اللي انا اسويه، او شو اللي نحن ننصح فيه، ان دائما نقول لو انت تاخذ نوعيه من الجواتي لا تصير تغير على نوعيه جديده. حاول انك تكون على نفس بالضبط تكون على نفس النوعيه. بس تطور، يعني في تطور كبير الحين في انواع، يعني خلينا نقول انواع احذيه الجري ما شاء الله. يعني هل في يعني نوع معين بشكل عام؟ يعني لا ما شاء الله، يعني قاعد احس في تنوع يعني كبير في معظم الشركات، يعني ما شاء الله، يعني قاعد تطلع يعني خلينا نقول كل سنه نوع او نوعين يعني بالضبط. فما تقدر تحكم. عندك احيانا مثلا فرق طول الساق، لما يكون عندك فرق يساعد، قد يسبب بالاحرى اللي هي الكسور الاجهاديه. عندك اللي هي بعدها اللي هي الاصابات اللي تاتي عن اللي هو الاحتكاك، او اللي هو الخشونه، يعتمد انت شو اللي بتسميها. ولكن لان العدائين نرجع له، هي مساله تكرار، يؤدي الى ان الغضاريف بعد فتره تهتري بسبب الاحتكاك. هل هذا يعني شر لابد منه، ولا في طريقه للوقايه منه؟ ما اقدر اقول شر لابد منه، لان النصائح اليوم تقول لك لابد انك انت تسوي رياضه، او المجهود البدني اساسي. تمام. نقطه دائما انا احاول اشرحها للمرضى، وجود الخشونه لا يعني وجود مشكله. انا في عندي ناس كثيره، وعندي مريض يعني قبل تقريبا اسبوعين كانت عنده الخشونه عظم فوق عظم. هذا في الركبه. ما كان عنده اي الم. قلت له توكل على الله، مطرشينه عندي عشان ياخذ ابره. لكن النقطة اللي عندي هذه مش بعيد الشر، يعني الله لا قال سرطان أو شيء من هالقبيل، إن لابد إن إحنا نتدخل. وجود عظم فوق عظم. الرجال قال لي ما عندي ألم، قال لي أمشي أسير أتمرن أسوي إلى آخره. قلت له الله يحفظك. كيف يعني شخصت الخشونة عنده؟ بناء على شو؟ على الأشعة. أشعة. فنحن ما نعالج الأشعة، نحن نعالج الأعراض، وهذا الأساس انك انت تعالج الاعراض. في مشاكل لابد ان احنا نتدخل لما تكون والله مشكله ورم وما الى ذلك. هني لما الشخص يجي يقول لي والله مثلا ان انا لازم والله مثلا اتدخل الخشونه، كيف انا برجعها؟ ما تقدر، خلاص العظم بدا يحد في العظم. ولكن النقطه اللي عندي نحن نشتغل على الالم، وانا ممكن ان اقي الشخص الابر والعمليات لو الشخص اتبع برنامج تاهيلي مناسب. علاج الخشونه في عندك كثير علاجات، ولكن الشغله الوحيده اللي هي اثبتت ان اهم شغله، انا بقول لك البرنامج التاهيلي للوقايه من العمليات. الوقايه، لاحظ انا اقول لك الوقايه من علاج، اللي هو البرنامج التاهيلي، التقويه الصحيحه، انقاص الوزن، الابتعاد عن التدخين، هذه كلها تلعب دور. ولكن مش اي برنامج تاهيلي. بيك واحد بيقول لك انا سويت علاج طبيعي، لكن في العلاج الطبيعي حطوا لي كهرباء وحار وبارد ومساج وما الى ذلك، ما يجيب فايده. لازم يكون يعني شيء برنامج مخصص للتوازن، لتقوية العضلات، نشتغل على عضلات معينة ان نحن نقويها مرتبطة بالركبة. لأن الخشونة تصيب حتى يعني غير رياضيين، يعني حتى اللي ما يركض ما يمشي، يعني في ناس والرياضي عنده خشونة من سن 20 ولا من سن 30 وما إلى ذلك، بس ما يحتاج عملية. يعني أنا عندي كثير من الحالات عندهم خشونة بس ما يحتاج عملية. فالناس كثيرة رابطة أن الخشونة عندي خشونة لازم عملية، لا مش لازم. فهذه كلها مفاهيم مش واضحة للمجتمع. دكتور، التثقيف مهم بالضبط، نشر الثقافة مهم. زين، خلينا ننتقل لكمال الأجسام، أو خلينا نقول البودي بيلدرز، الناس اللي في الجيم هذا يعني بيدخلني لموضوع المنشطات. يعني خلينا نقول استخدام الأدوية، أو يعني استخدام خلينا نقول يعني محسنات الأداء اللي يستخدمونها. كيف تشوفها؟ هل لها استخدام خلينا نقول صحيح، ولا أنت يعني
ضد استخدامها إذا كان الشخص يعني أي شيء غير من يعني أي شيء لم تنص عليه وكالة مكافحة المنشطات أن من المنشطات، أنا بقول لك إن لم يكن به ضرر ما عندك مشكلة فيه. ما عندك مشكلة فيه. أنا أتكلم بشكل عام، ولكن لازم الواحد كل شيء ياخذها بحدود. يعني أنت الحين أخذتني في منطقة شوية خلينا نقول أيضا رمادية. مسألة الناس أنا بقول لك أسوأ سلوكية فلان قال لي خذ فلان إلى آخره. يا أخي لا تعتمد على فلان، ادخل اقرأ، إن ادخل أغلبهم يعني اتثقف. تكون يعني نصيحة من مدرب، من شخص هو يشوفه مثلًا، يشوفه مثال بالضبط. كجسم عرفت يعني. يعني أنا بقول لك في ناس تمرنت وخذت منشطات في النهاية استوت لها في عمر العشرينات كسور في العمود الفقري، كسور في الحوض، بسبب هذه بسبب المنشطات. إمم. ليش أنت تحط نفسك في موقف مثل هذا؟ فعشان شيء أنا أقول لك يعني خذ الشغلات. أوكي الناس خلاص معروفة والله البروتين بناخذ البروتين، بعض المواد أو بعض إلى آخره مش موجودة في لائحة المنشطات. أوكي أنا ممكن أخذها لأن أنا أتبع هذه. ومعرفة جميلة جدا أنك أنت كإنسان تسوي اللي هو بناء كمال الأجسام مثلا، أو تطلع يعني. بناء الأجسام، أو تسوي مثلا رياضة رفع الأثقال وما إلى ذلك، أنك أنت تعرف وكالة مكافحة المنشطات وتقدر تشوف وتشيك. وبشوف والله المكونات والله مكتوب عندي 1 2 3، بدخل وبكتب وبشوف بثاقف، لأن في النهاية صحتك أنت. ما تقدر. بقول لك أخوي علي نقطة، باكر أي شخص ياخذ شغلة وتصيب بمشكلة ما بيقدر يلوم الشخص الثاني، بيقول أنا ما ضربتك على يدك أقول لك خذ، أنت بروحك خذ، أنا قلت لك خذ لكن ما جبرتك، جسمك أنت. فلا تحط نفسك في هالموقف انك انت تاخذ شغله، لانك عقب يوم بتلوم الشخص بيقول لك انا ما جبرتك، ما عندك اثبات ان انا جبرتك ولا انا غصبتك على الشغله هذه. فعشان كذي انا ما انصح ان الناس تاخذ شيء انت ما تعرفه لا تاخذه، واذا ما تعرفه ادخل وتاكد ان الشغله هذه ما فيها ضرر لك، لان في النهايه انك انت تكبر جسمك او انت تقدر تشيل وزن في النهايه على حساب صحتك، على حساب القلب، على حساب الرئه، على حساب حياتك الزوجيه، على حساب الى اخره، تراها كلفه كبيره، وبعض الشغلات ما فيها رجعة. زين قبل لا ننتقل خلينا نقول الرياضيات، يعني من العنصر النسائي بحكم اختلاف التركيبة، خلينا نقول الجسمانية الهرمونية غيرها وغيرها، شو النصيحة اللي تقدمها، أو شو نوع الإصابات اللي ممكن يعني تكون خلينا نقول شائعة بين النساء الرياضيات أو البنات الرياضيات، وشو طرق الوقاية عند البنات؟ التغذية الصحيحة أساس. العامل النفسي يلعب دور. جسم المرأة يختلف عن جسم الرجل وما تقدر تعامله بنفس الطريقة. فالنصيحة اللي أنا وجهها، لأن الحرمة لما تبدأ تتمرن بشكل كبير أو بشكل احترافي، في عندنا نحن مشاكل، قد تصير مشاكل في الدورة الشهرية، مشاكل نفسية، تمام، وأيضا في التغذية، وتأثر على الوزن، وتأثر بعدها على الأداء، ومشاكل أو متلازمات موجودة في الطب الرياضي. فالعامل النفسي يلعب دور. عشان كذي أنا أنصح المرأة اللي تمارس الرياضة أن لازم تنتبه، أو المحيط ينتبهون، لأن مثلا المشاكل هذه أو المتلازمات هذه في العادة نحن عندنا في الطب الرياضي عندنا مثل الاستبيان، نسوي الاستبيان مع اللاعب، والاستبيان في نهاية الاستبيان يبين لنا عندهم أو ما عندهم. فصعب انك انت تشخصها لو انت ما عندك الطبيب الرياضي الصحيح او الشخص الصحيح اللي فاهم. فمش غلط ان النساء اللي يمارسون الرياضة لازم يكون عندهم مرجعية، لان الحمل التدريبي الكبير يؤثر على المرأة. بعدها عندك مشاكل الدورة الشهرية، عندك اذا الحرمة والله مثلا تبى تحمل، هذه كلها تلعب دور او مشاكل ممكن تصير. الوقاية منها وجود اللي هو الحمل التدريبي، ملاحظة أي تغييرات موجودة عند المرأة، ومراجعة الطبيب بأسرع وقت، لأن نحن ممكن نعدل حتى اللي هي مثلا حبوب منع الحمل وما إلى ذلك، ممكن نحن نغير النوع من نوع إلى نوع إلى آخره، لأن في نوع ما يكون مناسب. وفي عندنا رياضيين كبار وأبطال بس بتغيير اللي هو نوع مثلا اللي هي حبوب منع الحمل أو ما إلى ذلك، لأن يأخذونها أحيانا لتنظيم الدورة الشهرية وما إلى ذلك، بس بتغيير النوع أدائهم رجع، يطلع على تأثير يعني بالضبط. على طول. فهذه كلها شغلات تلعب دور. فلا بد من الانتباه للخصوصيات هذه. لما نحن نلاحظ ان في اكتئاب، لما نلاحظ ان ما قمنا ناكل بشكل طبيعي، او الشخص او المحيط يلاحظ الشغله هذه، لابد من مراجعه على الاقل طبيب رياضي، لانه يقدر يوجه. احيانا طبيب النساء والولاده لو عنده خبره في الطب الرياضي بيقدر يشخص الشغلات هذه، لكن لو ما عنده
ما بيقدر. بس الاشياء هذه متوقعه يعني، او خلينا نقول اشياء طبيعيه، انه المفروض انه يعني ما تحيد مثلا ان بالضبط. عن ممارسه الرياضه، يعني بالضبط. الاشياء هذه اكيد طبيعيه عند المراه. بالضبط. زين. انا قبل فتره قريت مقال في احد الصحف المحليه يعني عن بطوله الالعاب الاسيويه اللي صارت، الالعاب اللي هي البارا اولمبيكس، اللي هي لاصحاب الهمم. دور الدكتور عبد الله كيف كان مع هذه الجماعه؟ طرقت هذه الصحيفه للموضوع. تحدي كبير دكتور، كيف تشوفه؟ انا اول شيء اعتبره فخر اكثر مما هو تحدي. التحدي الله هذا يعطيك جزء العافية. لابد. نعم. وحقيقه انا اقول لك اللاعبين هذول يرفعون الراس. دور الدكتور عبد الله الرحومي موجود انه يحمي اللاعبين هذول من التعرض لاي مشكله قد تزيد على مشاكلهم. اليوم الناس هذول عندهم تحديات. يعني انا لا يعني فكرت انه يعني قاعد اقرا وافكر انه يعني مش بس يعني تحدي، خلينا نقول يعني الاعاقه الجسديه، لا يعني هذا الرياضي هذا قد يك مثلا عنده اصلا ادويه ياخذها، صحيح؟ امراض اخرى صحيح؟ يعني في جسمه غير التحديات الجسديه اللي عنده. بالضبط. وهني دور طب إعادة تأهيل. لو تتذكر في البداية أنا قلت لك أنا خلصت طب إعادة تأهيل، هذا تخصص الإعاقة، فنحن نعالج مشاكل الإعاقة. أنا ربطتها لحبي في التشخيصي أو بالأحرى التخصصين، ربطت الاثنين. لما يكون التحديات اللي أنت تفضلت فيها، إن لاعب عنده مشاكل صحية، أنا بقول لك في عندنا شيء مثلا نسميه نيوروجينيك بلادر، أو اللي هو المثانة العصبية. في عندنا اللعيبه اللي عندهم مثلا تمزقات في الاكتاف. اتذكر ان الشخص مثلا يكون على الكرسي المتحرك وما عنده مثلا، او بالاحرى ما يقدر يستخدم ريوله، فايده الضغط كله بالضبط الضغط كله في ايده، وفي نفس الوقت يتسابق ويستخدم ايده في المسابقه، فهذا تحدي. اضافه لذلك مثلا عند السكر، عند الضغط، هذا بعد تحديات اخرى كبيره يعني. بالضبط. فتعطيك طابع مختلف، ووجودك معاهم انك انت تبغى تقنن من أي مشكلة تصيبهم، وفي النهاية اجتهادهم اللامحدود حقيقة، لأنهم فئة أنا أقول لك لا تعرف التحديات. هذه فئة المبدعين، فئة الناس اللي قدمت للمجتمع. واليوم أنا دوري كطبيب أن أنا أزيد عددهم، إن أنا أشوف من العيادة وأحطهم. اليوم وجودي معاهم توفير العلاج الطبي الصحيح لهم حمايتهم من هاي المشاكل هي أكبر، خلني أقول فخر لي، وفي نفس الوقت تحدي ان انا امنع وجود اي اصابه زياده على اللي هو موجود، لان هذه الابطال ويستحقون اهتمامنا الكامل. نحن لما نطلع معاهم نطلع مجهزين، وجزاهم الله خير المسؤولين كلهم عارفين بالموضوع هذا. ونحن نحاول قدر الامكان. مشاكل الاسنان موجوده عندهم، ما تبى حد يتسوس في الاسنان مثلا، يعني يجي صداع مثلا باكر الى اخره، لان في عندك بعض اللعيبه عندهم القدرات العقليه تكون محدوده، فما يهتم باسنانه. واجبي انا اليوم ان انا امنع الشغله هذه. واتذكر ان بعضهم ما يعرفك، فما بيقول لك المدرب اللي يعرفه او المدرب اللي تعرفه. فهذه كلها تحديات، لان معرفتهم مش بسهوله الاسوياء. احيانا لما ما يعرفك ما بتقدر تكسر الحاجز معه فوجودك، فهذا ايضا تحدي كبير. التحديات يعني هذه حتى هذه دور نفسي يعني في الموضوع. الفريق الطبي، شوف نحن لما نطلع معاهم، نحن اكيد معانا في الفريق ناس في التغذيه وناس في الطب النفسي والى ذلك، ولكن وجود الطب الرياضي ايضا نلعب دور في العامل النفسي، انك انت تطبطب عليه، لو خسر انت تكون معه، لو فاز انت تحاول انك انت تحفزه للقادم، عندك تجهيزهم للمسابقات القادمه. كثير من التحديات اللي موجوده، السفر، انا اقول لك لما انت تركب الطياره وياهم، تخيل انت عندك ناس فئه كبيره، اوكي، عندك والله 40 ولا 50 ولا عندك 100 شخص، تمام، باعاقات مختلفه، وانت في الطياره. تخيل المشاكل اللي انت ممكن تصير لك في الطياره، انك انت ممكن تكون في الطياره ساير من قدام اللي ورا، ومن ورا اللي قدام، وبتشيك على فلان وبتمر عند فلان الى اخره، بتوصل فلان محموم فلان كذا، وعرضتهم للمشاكل الصحيه اكثر من غيرهم. فتجهيزاتك لازم انت تكون مختلفه. ولكن انا اقول لك لما تشوف شخص عنده بتر، يعني في ناس دخلت تتسابق مبتوره الايادي ومبتوره الاقدام، فتخيل انت كيف الشخص. في مثلا لاعب تنس مشهور مصري يلعب تنس الطاوله ويمسك المضرب بحلجه، مبتور الايادي، اراده قويه، تمام. فتخيل انت المشاكل اللي ممكن تصير له في الفم. فهذا تحدي قد لا يكون موجود مع الاسوياء،
ان يجيك شخص عنده مشاكل في الفهم، ولكن هذا رزقه وهذا لعبه وهذه احترافيته. فوجودنا نحن يقدم لنا تحديات، يعني انا اقول لك مختلفه، وهذا الجميل. شغله طريفه مثلا صارت حتى كيف يلبسون الملابس. انا اقول لك الناس اللي عندها البتور احيانا يساعدون البعض في اللبس سبحان الله. لانه ما يقدر. صح. اوكي، عندهم الاثنين بدون ايادي، كل فواحد يلبس الثاني بريله وعقب هذاك يلبس زميله بريله. يعني كيف وصلوا الى هذه الشغله ان انا اسوي بالطريقه هذه؟ فعندك وجود الطبيب، وجود المعالج، ووجود اللاعب، او بالاحرى وجود الاعاقه، ان في النهايه تكاتفوا وان اعتمدوا على نفسهم وما طلبوا من حد تعال والله سوي لي الشغله. تحدي كبير ترى انك انت تطلب انسان علي، يعني حط في بالك انك انت بعد الانسان ما يبغى يطلب من حد انه تعال لبسني، تراها كبيره. فتخيل شخص 20 سنه وبوعيه يجيك يقول لك الى اخره. فعودوا نفسهم وتعودنا، ونحن نحاول قدر الامكان نعطيهم الاعتماد على الذات، وهذا شيء اساسي وجميل. كيف اثر فيك يعني شغلك مع الجماعه اصحاب الاراده والهمه القويه مثل هالناس؟ كيف تحس اثر في شخصيتك؟ يعطيني دافع ان انا استمر، لان انا فخور كل الفخر بكل ما انجزوه الى اليوم. وانا لما اشوفهم يعني اضرب سلام لجهودهم، لانجازاتهم، وللمسؤولين اللي وقفوا وراهم، لان حقيقه وجودهم يخليني انا اسعى واتعلم اكثر. كان عندنا نحن مؤتمر قبل فتره، تكلمت انا في جزئيه الاعاقه والطب الرياضي، يبنى متحدث كبير. واليوم أنا بسعى وسأسعى إلى أن أنا أوفر لكل رياضي بإعاقة أو بتحديات أو من أصحاب الهمم في دولة الإمارات وفي الوطن العربي، أن أنا أقدم لهم أفضل رعاية صحية عشان يقدرون يمارسون الرياضة. وكل حد ما عنده معرفة أنا أحاول أن أنا أدخله، وأنا يوني ناس وبيوني إن شاء الله، وبإذن الله الناس بادي يتطرش لي مرضى أن أنا أحاول أرجعهم أو أدخلهم للرياضة. هذا التحدي اليوم. التحدي اللي عندي أنا خارج النطاق هذا، أن أنا أنشئ جيل من العيادة عندي قادر على ممارسة الرياضة، وقادر على المنافسة، وقادر على تحقيق الإنجازات. واليوم عندي أكثر من بطل أنا يارس أجهزهم كطبيب أن يدخلون ويمثلون الدولة بأفضل شكل إن شاء الله. دور الطبيب مهم، يعني دور طبيب رياضي كدور المدرب خلنا نقول. نعم، في الأهمية. زين، بعض الأسئلة الختامية دكتور عبد الله عشان ما نعطلك. أنا قبل فترة يوم التقيت فيك قلت لي إن أبغى أكون إمباكتر مش إنفلونسر، يعني مش مؤثر، أبغى أكون أكثر نقول الترجمة مش مؤثر، خلنا نقول صعبة ترجمة يعني، ولكن بالضبط فكيف تشوف وضعك اليوم؟ ما شاء الله ابتسامتي وصلت لين هني. يعني احاول، وحقيقة المجهود اللي انا جالس اسويه، او بالاحرى خلينا نقول الهدف صعب الوصول اليه ولكن ليس بمستحيل. وجودي اليوم معك انا اقول لك جزء من نشر ايصال المعلومة. انا اليوم ابى احقق نتيجة، ما ابى اثر في حياة الناس، انا ابى احقق نتيجة. وهذا اللي أنا جالس أسعى له. خلف الكواليس الناس أحيانا تدخل عندي البيت أو بالأحرى الشقة تقول لي أنت عندك ما شاء الله يعني عيادة في البيت، حاط لي مجسمات، حاط لي مجموعة أدوية، حاط لي مجموعة شغلات، لأن أبى أنتج شغلات. وهذا شيء أنا أقول لك يعني ما كنت تكلمت عنه، ولكن لسؤالك إن الدكتور اللي يبي يؤثر بطريقة خلنا نقول إنتاجية على الناس، يالس يجهز عنده شغلات في البيت، إن لما أنا أبدأ أنا أبى أحقق للناس المعرفة. اليوم أنا أبى أحقق موسوعة إن أنا أقدر أوصل للناس شو اللي ممكن، كيف الشخص ممكن يعالج مشكلة معينة، مشكلة بسيطة وهو جالس في البيت بس يقول دكتور عبد الله الرحومي ممكن يغير لي حياتي بدون ما أنا أوصل للعيادة. أو صعب الوصول لدكتور عبد الله الرحومي أو أنا بترياه أسبوع، لكن لو أنا شفت الفيديو هذه خلاص حل المشكلة موجود. فهذه الإنتاجية. التأثير مش بس إن أنا والله أقول لك سوي كذي وإلى آخره وإلى آخره وإلى آخره وفي النهاية الشخص يحقق شهرة. الهدف ليس الشهرة اليوم، الهدف إن أنا أؤثر في الناس بطريقة تقدر الناس تزيد من إنتاجيتها
وتحقق الأهداف وتوصلها بمبدأ صحي، مبدأ مبني على دراسات ومبني على سبل علمية صحيحة، ليس التسويق لهدف خلنا نقول مادي تجاري ما أو أدري. هدف خلنا نقول للشهرة. أنا لا أسعى لتحقيق هذه الشغلات. الله شاهد علي، أنا ما بيالس أحاول إني أنا أشتهر، أنا جالس أحاول أقدم للمجتمع. أول جملة أنا بديت فيها وياك قلت لك أنا يهمني أخدم المجتمع. اليوم نحن تربينا في عائلة وفي دولة ولله الحمد. أنا أقول لك بغض النظر عن أي شيء في حياتي، أنا تربيت في منزل وبقيادة رشيدة علمتني أن الخدمة، خدمة المجتمع والتقديم للناس هو اللي يعطيني أنا في النهاية القدرة على الاستمرارية. لأن لما يدخل عندي حد ويقول لي جزاك الله خير، صدقني تعطيني القدرة أن أنا أقدر أقدم دافع. فاليوم أنا شغال وراء الكواليس، جالس أجهزها، بس التجهيز ترى ياخذ وقت. ما تقدر أنت تبني بيت بين يوم وليلة، لكن أقول لك لو تدخل شقتي بتحس إنها عيادة، ولكن موجودة فيها الشغلات للتثقيف بالضبط. وإن شاء الله يوم من الأيام بإذن الله يوم من الأيام بتشوف وبشرح لك بالضبط، وبتشوف وبتقول لي حقيقة ما تصورت الشغلة هذه. إن شاء الله. الله إن شاء الله يوفقك. بإذن الله. شو أفضل نصيحة قدمت لعبد الله الرحومي ومن قدمها؟ سؤال صعب. في نصيحة أنا بادر بقول لك خلني أقول لك نصيحة وبقول لك جملة. تمام. النصيحة الله يذكره بالخير، بروفيسور سهام الدين كلداري. كنا داخلين نصلي ذاك اليوم، ونحن داخلين أنا كنت في مفترق الطرق، توني مخلص من كلية الطب، وياي مش قادر أقرر هل أنا بخلص وبدخل في التعليم في الطب، لأن هذه أيضا إحدى الشغلات اللي أنا أسويها أن أنا أدرس، أو أني أنا أدخل للتخصص. والله ما أنسى الجملة هذه، وجزاها الله خير إلى اليوم. لأن كل الناس اللي اليوم تشكرني المفروض أن تشكر بروفيسور سهام الدين كلداري، لأن قدم لي هاي النصيحة أن أنا قدرت أخدمهم. قال لي عبد الله خلص تخصصك وبعدين سوي اللي تبغى تسوي. والله ما أكذب عليك أن خلصت التخصص الكلمة براسك، ومش جالس أفكر أن أنا أسوي شغلات إدارية أو شغلات إلى آخره، لأن اليوم أنا حبيت اللي أنا أسويه وأنا سعيد بالإنتاجية اللي أنا جالس أسويه. الجملة الثانية أتذكر زميلي للوالدة الله يرحمهم، يعني تغمدهم يعني بواسع الرحمة، قالت لي أبوي، قالت لي نحن الكبار ما عندنا أحد يعالجنا، زين استو أنت دكتور عشان تعالج الكبار. أوكي. وسبحان الله انتهى بالمطاف أن أنا سويت طب إعادة التأهيل وعالج كثير من الكبار، في نفس الوقت خلصت التخصص وسويت الطب الرياضي وقدرت أخدم الفئات هذه. فسبحان الله الشغلات اللي صارت قبل كأنها يعني مهدوا حياتي بجملة قيلت، واليوم أنا موجود في هالمكان شكرا لهم، لأن وجودهم في حياتي كان الأساس أن اليوم أنا وصلت وين ما أنا وصلت. وطبعا أكيد في عندنا دعم الأسرة، دعم الوالد، إخواني، خواتي، كلهم أنا أقول لك وجهوا لي دعم، والقصص كثيرة. لكن أنت سألتني شو الجمل اللي إلى آخرها، أنا أقول لك الموقفين هذين أنا أتذكرهم وما أنساهم. جميل. زين. خلنا نقول شو الحافز اللي يعني اللي يسوي لك موتيفيشن كل صبح قبل ما تروح العيادة؟ في شيء دائما يخليك إن أنا أقدر أرجع إلى المنزل وأحقق شغلة أفضل من اللي أنا كنت عليها، أو أن أنا أتعلم شغلة جديدة. اليوم أنا هدفي كل يوم أن أنا أكون إنسان أفضل مما أنا كنت عليه البارح. أنا أسير الدوام أبى أتعلم شيء جديد، أبى أقرأ شيء جديد، أبى أسوي شيء جديد. لأن اليوم الشخص أنا ما أبى أكون أحسن عن علي، ولا بكون أحسن عن محمد، ولا أحسن عن إبراهيم، ولا أحسن عن يوسف. أنا بكون أحسن عن عبد الله الرحومي اليوم أمس أو اليوم الصبح. صح. حلو. فهذا اللي يعطيني دافع أن دائما أنا أستمر. زين. عادة فيك ودك تغيرها مو بقادر؟ خلنا نقول إني أرقد متأخر. نومك كيف؟ أنا أرقد الحمد لله مرتاح، تاخذ كفايتك، بس مهما حاولت لابد إني أرقد متأخر، لأن المشاغل يعني أحس إن 24 ساعة ما تكفي. فلازم هالساعتين 3 ساعات زيادة أنت جالس تبى تشيك على إيميلات، تبى ترد على فلان، تبى ترتب. يعني البارحة أنا أقول لك آخر مكالمة عمل كانت عندي على الساعة 11:30 في الليل أو الساعة 12.
قلت له ريال يعني كنت اكلمه وقلت له انا مشغول باجتماعات، قلت له بترقد متاخر؟ لا، قال لي لا انا واعي. قلت له خلاص بكلمك من اخلص يعني. فتخيل هدف. انه إيه. دائما اجتماعات. يعني وصلت لمرحله ان سافرت مع الاهل قالوا لي انت ما تعرف توقف شغل. سبحان الله يعني حاب الشغله اللي انا اسويها. نرجع لجمله الدكتور سام الدين كنداري، تذكر قال لي يعني خلص تخصص وعقب فكر في اي شيء ثاني. سبحان الله اليوم تفكيري صار فيها شغله هاي. لازم سمعت نصيحة من كذا يوم، يعني قاعد اسمع بودكاست ان شخص يعني في البزنس، ما في ريادة الاعمال والبزنس، فياس يقول ان يعني مع الايام لازم تقلل نومك لان شغلك صحيح يزيد. فهو صحيح يقول يعني صحيح لاحق على النوم ان شاء الله عقب. ان شاء الله. زين. سألناك عن النصيحة، عن العادة اللي ودك تغيرها. آخر سؤال، شو تعريف الإنسان الصحي بالنسبة لي يا عبد الله؟ إذا احنا لأن احنا بودكاستنا هيلثي تشات أو دردشة صحية، نبغى الإنسان الصحي منو دكتور عبد الله؟ الانسان اللي يبتعد عن العادات السيئه بما فيها التدخين، بما فيها السمنه، واللي يمارس قدر من الرياضه متوازن بين 3 إلى 4 مرات في الاسبوع، بين 20 إلى 30 دقيقه، على جهد متوسط ليس شديد وليس قليل. يعني الشخص اللي يتمشى بس يمشي هذا مجهود بدني صح، ولكن ما يحقق اللي هو الهدف الصحي الهيلثي لايف ستايل او الصحه في الحياه. فلازم 20 الى 30 دقيقه 3 الى 4 مرات في الاسبوع. هذا الشخص اللي بيكون، واللي يبتعد عن العادات السيئه. وطبعا الشخص اللي يحاول انه يرقد من وقت، قال لك نام بكير واصحى بكير وشوف الصحه كيف بتصير. شكرا دكتور عبد الله. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. شكرا لكم متابعينا على متابعتنا لنهاية هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة من هيلثي تشات بودكاست. شكرا دكتور. يعطيك العافية دكتور. يعافيك يا رب. سامحنا إن شاء الله ما طولنا عليك. لا لف عليك. ورحلتك ما شاء الله عدت ساعه تقريبا. إلا يمكن 55 minutes يعني. ما شاء الله. متى رحلتك إن شاء الله؟ واحدة واحدة بس. مهمة ولا سياحة؟ مهمة ولا سياحة؟ لا ساير سياحة. كنت في مؤتمر، كانت عندي دعوة أتكلم في مؤتمر باكستان للطب الرياضي وتكنسل المؤتمر. يعني شوف أنا أقول لك أنا إنسان ترى سفير يعني ما تحصل أنت. لا بقول لك كيف بطولة التنس كانت؟ والله كانت رائعة جدا. يعني أنا نسيت، أنا شفتك حاط البوست فقلت أسألك كذا سؤال عن رياضة التنس. شوف بس الرقم كم دولة هذا مغطنهم ما شاء الله. هي من العالم بالكامل. ما شاء الله عليك. اوكي يعني هاي لازم ارويها للكاميرا. 75 من 250 دولة على مستوى العالم مسافر ما شاء الله. يلا ما باقي وايد، 100 وكم باقي. والله يا سحاول يعني انا كان هدفي من 2 ان انا اوصل ل 100. ما شاء الله. بس للاسف بحكم كثر المشاغل ما قدرت اوصل. هم كفيزت ولا تشمل كل شيء يعني شغل دراسة سياحة كل شيء؟ بالضبط. بس هاي 57 دولة مش 57 سفرة. سوري 75 دولة مش سفرة. 75 يعني سفرة. في تكرار يعني في كثير. دول أنا سائرنها والله 10 مرات أو سائرنها 7 مرات وما إلى ذلك. الهدف إن أنا على الأقل أحاول أوصل إلى 100 بس. والله اكسبيرينس ترى السفر اكسبيرينس. وتعلم. تعلم. لغات. جزاك الله خير يا دكتور علي. والله شرفتنا ونورتنا دكتور. أنا صار لي مدة موقف يعني حلقات، لكن من زمان ندورك بعد انت ما تتحصل. انا والله يعني نحاول قدر الامكان. انا اقول لك لو لا يعطيك العافيه والله. انا طرشت لك جدولي ولا يعطيك العافيه. لا والله ما شفته. لا هاي السفرات مال السنه هذه والمهمات ما شاء الله مسوي لها اكسل شيت بعد. لازم يعني اللي بالبرتغال تعرف وحده مؤتمرات، وحده بطولات، ووحده الاجازه السنويه. حلو. كل سنه انا امشي على السيستم هذا.